السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 7 نصايح لازم تعرفهم قبل ما تدخل ثانوية عامة. يلا بيني نبدأ على طول. بص، مش هقولك إن الثانوية عامة مش أهم سنة في عمرك، ولا هخوفك منهي، ولا هقولك إن هي سهلة. أنا حرفيا لسه بادئ زيك وكنت مش عارف أعمل إيه، بس لقيت ال7 نصايح دولي من مجموعة من الناس اللي عارفها. بس عشان أعرف الطريقة الصح سألت ناس مرت بالتجربة دي ونجحت فيه. في الناس اللي حاليا دكاترة ومتخرجة من كلية الطب، وفي ناس اللي لسه في كلية الطب مع تدرس فيها، يعني طالب في كلية الطب، يعني أشخاص جابت مجموع عالي في ثانوية عامة. يعني موضوع الكلام يقولوه ثقة ومضمون بإذن الله. جمعت أهم النصايح اللي قالوها لي وطلعوا معايا 7 نصائح. في الفيديو ده أقول لك 7 نصايح لازم تعملهم قبل الثانوية عامة. أول نصيحة وكانت متكررة جدا هي علاقتك بربنا، ودي نمبر 1 في حياتك دايما، مش بس في السنة دي، في كل العبادات، صلاة، قرآن، وكل حاجة. أول حاجة الصلاة، ال5 فروض يتصلوا في وقت، ولو أنت شاب صليها في المسجد لازم. تاني حاجة القرآن الكريم، حافظ على ورد القرآن، ولو مش هتحفظ احفظ القرآن الكريم. هتقول لي ما فيش وقت أعمل ده كله. لازم الواحد يبقى عنده قدر وقت يخليه في القرآن الكريم، من القرآن بركة. وحتى أنت هتقول هتضيع وقت، مش هتضيع وقت، انت هتقول ان الوقت اللي هقرأ فيه قرآن اذاكر فيه افضل. مش منطق الكلام ديتي. انت 10 دقايق في اليوم قرآن درجات ترفعها للجنة. انت طز في المذاكرة وانت مع تذاكر حاول تذكر ربنا، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. دايما انت مع تذاكر اذكر ربنا كتير. هنخشوا على تاني نصيحة دايما كانوا بيقولوها لي، اللي هي رياضة. رياضة، لما تلعب رياضة أو تروح الجيم أو تلعب في البيت رياضة، تساوي تركيز عالي جدا لعقلك. كل الدراسات بتقول إنه الجسم السليم في العقل السليم. من أهم الحاجات اللي ممكن تعملها هي نصيحة رياضة، إنك أنت لما تلعب رياضة بتقوي تركيزك وتعرف تقعد تذاكر أكبر كمية ممكنة في يومك، وتبقى نشيط جدا وفي أعلى تركيزك دايما. نصيحة داي سابقة مكاني أو سابقة وقتي، ولكن من أهم النصايح اللي كل الناس كانوا يقولوها لي. وحتى لو بحثت في أي فيديو بيقول لك نصائح الثانوية عامة، النصيحة دي كله بيقول لي. فأنا هقولها لك عشان تفتكرها وما تقعش في الخطأ ديتي، وبإذن الله أنا ما أقعش فيه برضه. ما تراكمش، حاول تذاكر أول بأول. معك محاضرة ذاكرها، بتروح سنتر، تروح السنتر لازم. ما تاخد اونلاين تسمع المحاضرة تحل يوميا. ل- لازم برضه عشان ما تبقاش في ضغط عليك، خلي يوم الجمعة اجازة بالنسبة لك، او اي يوم فيهوش دروس. فيوم الجمعة اكتر يوم ما فيهوش دروس، فانت حاول تخليه ده اجازة من المذاكرة عشان ايه، تريح نفسك. وباقي الاسبوع لازم كل يوم تذاكر وما تتراكمش اي محاضرة تكون عليك. رابع حاجة دي مكملة لانك انت ما تراكمش. انت ما راكمتش فبقيت بتذاكر اول باول، بعد اسبوع مثلا اسبوعين نسيت اللي ذكرت، تعمل ايه؟ تراجع عليه تاني. مراجعة سريعة، مش لازم تسمع المحاضرات تاني، لكن مراجعة سريعة حتى تمسك الكتاب تقرأ الكلام عشان تفتكره وتحل كم مسألة بس. ما مش هتسمع المحاضرات تاني. ولو مثلا كان امتحانات شهر او في اختبارات الفصول في المدرسين عامليني، تراجع، ما تقعدش تكسل وتراكم برضه. يعني كل حاجة منظمة على بعضها. ما تراكمش فمعنى كده انك انت محتاج تراجع. هتراجع فانت محتاج ما تراكمش. دي اساس كل طالب في ثانوية عامة، وكل حد يقولها لك المعلومة دي اساسية يعني. خامس حاجة دي مكملة اللي بعد اللي قبله، مش هتراكم، هتراجع، يبقى انت تلتزم مواعيدك، مواعيد دروسك، مواعيد محاضراتك، تلتزم بيه. تبقى ملتزم وما عندكش موضوع انك انت اجل بكره، ما عندكش موضوع ان انا مش هخش الامتحان ده مثلا، مش مذاكر، مش مستعد. دي لازم تنساها خالص. اكس اي حاجه فيها تأجيل اكس. لازم تبقى ملتزم جدا. كل يوم حاول تعمل تو دو ليست بتاع المهام اليوميه، تكتب بي وتحاول تنفذي. تعمل حاجات انت الحاجات بتاع التو ليست ممكن اعمل لكم فيديو عليه، بس هقول لكم دلوقتي ايه معلومه عني. يعني تكتب التو ليست، تكتب الحاجات اللي انت لو في اخر اليوم لقيت نفسك عاملها كل تبقى انت مرتاح. ما تبقاش عامل حاجات انت ما تكتب وتقول لسه بدري، لسه ازود حته ثانيه. لا، انت فكر الحاجات اللي أنا كتبتها داي
لو في آخر اليوم لقيت نفسي عملت، هل أكون فرحان ولا أقول إن أنا ما عملتش حاجة، لسه في حاجات ما عملتهاش؟ لو في حاجات لسه ما عملتهاش وقتها معناه إن التو ليست أنت عامله مش كامل. لازم تبقى التو ليست اللي أنت تعمله يكون في الحاجات اللي أنت لو عملتها في آخر اليوم تلقى نفسك مرتاح وأنجزت في اليوم ده. حاول تصحى تصلي الفجر يوميا بإذن الله، دي حاجة أساسية يعني. عشان لما تصحى تصلي الفجر معاك من الفجر لغاية الظهر، الوقت ده لو ذكرته كله فأنت معكش حاجة تانية، مش هتذاكر في اليوم كله. فأنت ذاكر من الفجر، قول من الساعة 6 قول مثلا صليت وكون قرأت الأذكار، قول قلت رواية القرآن وفطرت 6 ل 12، 6 ساعات. 6 ساعات دول أنت لو ذكرت منهم 5 ساعات أو 4 ساعات خلاص. الذكي تاني انت اصلا مش لا مش بفضل احدد له عدد ساعات، بس اهم حاجه تخلص اللي عليك. خلصت اللي عليك خلاص. فانت 6 ساعات في اليوم مذاكرة، حل، مراجعة لو حاجة نسيتي، حفظ كلمات، خلصت مفيش حاجة تانية تعملها. باقي اليوم تقدر مثلا تحفظ كلمات، تستمتع او مش تستمتع بالحياة، يعني مش تمسك التليفون، ولكن معك مهارة عايز تعلمي، معك ورقة قرآن تقرأ القرآن، معك حفظ قرآن تحفظ، معك انت اصلا عندك مهارة وعايز تستفيد به تقدر تشتغل فيها في الوقت اليوم كله. فانت معك وقت كبير جدا في اليوم تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه. رقم 6 هي التخطيط. التخطيط انت من اهم الحاجات اللي لازم تبقى ماشي فيه في حياتك عموما. كل اسبوع حط خطة الاسبوع، معك مثلا عدد محاضرات على كذا مادة، قول مثلا في اخر اسبوع ما تمشي ولا محاضرة. جيت في اخر اسبوع مهم مثلا انك انت ما تراكمش ولا محاضرة، انك انت تلتزم بالجيم، انك انت تلتزم بالرياضة، تلتزم انك تصلي الفجر، تلتزم انك كذا 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 كذا، تحطهم كلهم في الاسبوع. او مثلا معك هدف معين تحطه، معك هدف انك انت تجيب في اختبار بتاع مادة كذا تقفله، اختبار مادة كذا تقفله. دي حاجات تبقى مخطط ليها من قبل، عشان لو يبقى عندك خطة تقدر تمشي عليه، كأنك عندك خريطة او الماب بتاع حياتك، الخريطة بتاعت حياتك تمشي فيه. ما تبقاش مشتت في كذا حاجة، ما تبقاش صاحي الصبح ما عرفش اذاكر عربي، ما تعرفش اذاكر انجليزي، ما عرفش اذاكر رياضة. فتبقى محدد الاسبوع ديتا اذاكر كذا في يوم كذا، اذاكر كذا في يوم كذا، في اليوم ديتا ما ذاكرتش كذا. بس برضه في نفس الوقت معك خطة، وقعت في حاجة الخطة تبقى عندك ما تبقاش ثابتة. فانت وقعت في حاجة فخلاص انا وقفت مش هقدر اعمل حاجة، لا. وقعت منك حاجة في اليوم، مثلا في يوم ما ذكرتش مادة ما وفقتش انك انت تخلصها في يوم، حاول تقسمها على باقي الايام بتاعت الاسبوع عشان تخلصها وتبدأ في الاسبوع الجاي نظيف. فتبقاش مثلا ماكم حصة فمحتاج تضغط في الاسبوع اللي بعده، لا مش مستاهل الكلام ده. النصيحة السابعة اختار مدرسينك بعناية. يعني ايه اختار مدرسينك بعناية؟ يعني ما تسمعش فيديو مثلا على أكتر أشهر 10 مدرسين في الوطن العربي، أو أشهر 10 مدرسين علم علوم علم رياضة، وتقعد تختار شاطر جدا بس أنت مش بتفهم منه. فأنت إيه، اختار مدرس تفهم منه في كل المواد. خد أول شهر اختار فيه مدرس بتفهم منه، ولو أنت محدد من السنة اللي فاتت تبقى أنت عملت إنجاز صح. لو أنت مش محدد خد أول شهر، خد يعني التزم بالمحاضرات عشان ما تبقاش ظالم المدرس معاك. وفي آخر الشهر تكتشف هل أنت بتفهم منه، هل بتطلع بتعرف تحل الأسئلة. وكده ممكن يقول لي 7 نصايح لازم تعرفهم قبل ثانوية. وفي النهاية ما تنساش تحط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتبعت الفيديو لكل أصحابك اللي في ثانوية عامة وممكن يستفادوا من الفيديو. ابعت الفيديو لأصحابك واستنوا الفيديو الجاي في أقرب وقت بإذن الله. يلا أشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.